السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. النهارده بقى خدنا الاكل وقلنا نتهوى شوية. خرجت انا والاستاذة سما والاستاذة ساندي والاستاذ ابراهيم ومحمد راح يجيبوا لنا مية وشيبسي وحاجات تاني كده واحنا قاعدين. قلنا نغير جو ونخرج مع بعضنا نروح في الجنينة. يعني بقى نقضي اليوم مع بعضنا في الجنينة. ما تنسيش بقى لو اول مره تشوفيني تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتدوسي لايك وتقولي كومنت حلو. قولي انتوا خرجتوا رحتوا فين في العيد. احنا مثلا في جنينه في حلوان، هنجربها ونقول لكم ايه راينا. اشوفكم على خير ونكمل الفيديو مع بعضنا بقى. وده اول ظهور الاستاذ محمد معانا في اول فيديو ليه، بس ان شاء الله مش اخر فيديو. الحمد لله قنعت ان هو يخرج معانا في الفيديوهات. ودي الاستاذه ساندي والاستاذ ابراهيم طبعا كلكم عارفينه، ودي الاستاذه سما. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا قليله جدا في الخروج، يعني من نادر جدا لما بخرج انا والبنات ومحمد وكده، مش شغل البيت من البيت للشغل. وطبعا سما وساندي في الاجازه طبعا قاعدين على طول في البيت، يعني انا ظلماهم معايا في الحته دي بصراحه. المهم الجنينه دي ناحيه البوسطه، مش بعيده يعني عند اي حد في حلوان او اي حد في تبين والحتت دي. هي تذكرتها انا عايزه اقول لكم انا بجد ما كنتش متوقعه ان هي تكون يعني بالمبلغ ده. مبلغ جامد قوي يا جماعه، جمدوا قلبكم كده عشان تسمعوا. المبلغ التذكره ب5 جنيه. تخيلي انت تخشي انت وعيالك وتقعدوا في الجنينه وتقضوا يوم كامل ب5 جنيه. دي كانت الجنينه كان فيها ملاهي. انا اول مره اروح الجنينه دي، ده امين اختي اللي وصفتها لي، لان هي على طول بتبقى هناك. فيها ملاهي وحلوه جدا للاطفال، يعني معاكي مثلا من سن 2 وانت طالعه. في ملاهي للناس الكبيره وفي للاطفال. عايزه اقول لكم ابراهيم استمتع جدا. دي العربيات طبعا كلكم عارفينها، غنيين عن التعريف، وناس كتير جدا من جيلي بيحبوها. ودي ملاهي القطر دوت زي طفطف كده، ودي ملاهي صغنططه كده لابراهيم. عايزه اقول لكم احنا يعني ركبنا معظم الالعاب دي، فيعني احنا انبسطنا، واتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. البتاعه اللي بتلف هناك دي احنا خفنا ان احنا نركبها عشان هي بسلسله كده، في السلسله احنا خفنا منها بصراحه. ودي العروسه. انا عايزه اقول لكم انا وساندي اللي ركبنا العروسه بصوا انا وساندي ركبنا العروسه، كنا فرحانين جدا واحنا راكبينها. بس مجرد ما يا جماعه ما اشتغلت، انا اول واحده كنت خايفه، وساندي كانت قاعده جنبي تقريبا كانت بتشاهد، مش عارفين ليه، مع ان هي اللي كانت عماله تشجعني عليها يعني. والمرجحه اللي وراها اللي بتلف دي كانت عايزه تركبها، بس احنا بصراحه ربنا خفنا نركبها لان ما فيهاش باب ولا اي حاجه، يعني حته الامان شويه. قضينا اليوم واتبسطنا، وعايزه اقول لكم بصوا بجد يوم مغير من نفسيه الواحد، تجديد النشاط، والحمد لله. حاولوا تغيروا جو زينا كده وتخرجوا، بما اننا احنا لسه في الاجازه ولسه ما دخلناش على الطحن بتاعنا اللي هنخشه. احنا عامه بدانا الدروس كمان من شهر 7 وبدانا كورسات. هنا كان الاستاذ ابراهيم بيلعب في اللعبه دي. هي مش سريعه قوي كده، انا مسرعه بس الفيديو، بس هي بجد امنه جدا وكويسه للاطفال اللي في سن مثلا ابراهيم من 2 وانت طالعه 2 لحد 5 سنين، حلوه عليهم قوي دي. بص هو كان مبسوط، وكان يعني عاشق للحيوانات اللي هناك، اللي هي الاشكال بتاعت الحيوانات دي حلوه. هو كان راكب الفيل وكان يعني ما يعني عايز اقول لكم هو ما كانش عايز ينزل اصلا، مش مقتنع ليه. خلاص يا حبيبي هنروح يا بابا، يقول لا لسه. فهو قعد معانا شويه حلوين في اللعبه دي. خلصنا اللعبه دي، بس طبعا بعد ما استاذ ابراهيم يعني اقنع عليه بالعافيه اللي هو ينزل منها. تقريبا احنا خدنا دورين او 3 ادوار كمان مع ابراهيم. اللعبه دي للاطفال ب10 جنيه. التذكره بتاعت اللعبه ب10 جنيه، والتذكره بتاعت اي لعبه من الالعاب الكبار كانت ب20 جنيه، وفي لعبه تاني كانت ب25. يعني الاسعار متراوحه ما بين 10 ل20 ل25. بجد يعني اتكلوا على الله وروحوا. بروحوا هناك وانتم مطمنين، مش هتبوظوا الميزانيه. هنا بقى دي الاستاذه سما، كنا بنتصور انا وهي قبل ما نركب العربيات. احنا كده كنا ركبنا العربيه خلاص. عايزه اقول لكم انا يا جماعه بجد هطلع رخصه خلاص. حريفه في السواقه. محمد وساندي كانوا في عربيه، وانا وسما وابراهيم كنا في عربيه. عايزه اقول لكم انا بجد حريفه بجد في السواقه، لازم اطلع رخصه. اهو بصوا محمد ساندي هي اللي كانت بتسوق، ومحمد قاعد جنبها، وانا اللي كنت بسوق، وسما قاعده جنبي. سما في اللعبه دي اصلا كانت خايفه، ما بالكم بقى في اي لعبه تاني كنا بنلعبها كانت تبقى عامله ازاي. يعني لعبه العربيات وخايفه معايا، امال لو كنا كملنا اي لعبه العروس ولا اللعبه اللي بتطلع لفوق دي كانت عملت معايا ايه. وكان في لعبه هي مشجعين اللي هي تركبها اسمها الوزه، موجوده برضو هناك، هوريها لكم دلوقتي. اللعبه دي هي كانت عماله تصر اللي احنا نركبها، انا عايزه اركبها. وفي الاخر انا عايزه اقول لكم اللي هي ركبتها معايا، والله العظيم الراجل ما كانش مشغلها، عارفه اللي هو كان بيزقنا بايديها بس كده، وكانت خايفه جنبي لدرجه ان هي خوفت ابراهيم. يعني ابراهيم كان راكب اللعبه وكان مبسوط، مجرد ما سما قعد تقول له خلاص ابراهيم خايف معايا وقعد يقول لي ماما انا خايف. بصوا احنا كده سايقين، بصوا يا سلام يا جماعه، بقول لكم يا جماعه طلع رخصه خلاص. ده الحصان، دي اللعبه التانية ابراهيم لعبها برضو. الحصان ده بيطلع وينزل كده وبيلف، ده ب10 جنيه برضو، تذكرته 10 جنيه. انا بقول لكم الاسعار هناك بجد جميله جدا.
والاطفال هتستمتع بالمكان. ولو انتوا مثلا اسره زينا كده ممكن في الجنينه اللي هناك تقعدوا فيها براحتكم، تقضوا اليوم، والملاهي قدامكم، يعني حتى لو عيالكم مثلا راحوا دخلوا لعبوا فيها، مثلا لو في سلمى او ساندي ممكن يخشوا يلعبوا فيها امان، ما تقلقوش. هي الجنينه اسمها جنينه القصر قدام البوسطه يا جماعه. بص اللهم بارك، دي الانسه ساندي كانت قاعده بتتفرج على الاستاذ ابراهيم، ودي اللعبه تانية الاستاذ ابراهيم، وكان في برضو القرد اللي على الجنب ده لعبه. هو بصراحه ربنا ابراهيم اكتر واحد اتبسط قوي، يعني بالنسبه له الحاجات دي جديده عليه. يلا بقى، ما تنسيش لو انت بتتفرجي عليا اول مره تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وقولي انت خرجتي فين في العيد، قولي انت شاطره زي حالاتي كده ما بتحبيش الخروج وبتحبي قعده البيت، ولا بتحبي الخروج والفسح. اهو بصي الاستاذ ابراهيم كان عمال يقول له هيا يا حصان من كتر الاطفال اللي بيتفرج عليها. اهو كده احنا خلاص هنركب بقى اللعبه التانية، اللعبه الاخيره دي. انا عايزه اقول له اسامه بلاش نركب بلاش نركب، لا بص والله اقسم بالله الراجل كان بيزق اللعبه دي بايديه، مش اللي هي مش شغاله. وسامه كانت قاعده جنبي اللي هو خلاص وقف، ساندي تقول للراجل شغاله، وسامه في حته تاني. اهو بصي سامه، بصي سامه قاعده اصلا ازاي، عماله تقول للراجل خلاص خلاص انا مش كفايه يا عم كفايه يا عم. هي كده اللعبه دي مش شغاله، اللعبه دي لما بتشتغل بتطلع اعلى من كده، يعني هي ليها صوت كده زي صوت الوزه، هي اسمها تقريبا الوزه، بتطلع عاليه. بصوا ابراهيم يا جماعه لازق فيا ازاي. محمد كان واقف على الجنب بيصورنا وعمال يقول لها يا سما انت اللي مشجعاها على اللعبه ازاي، عماله تخاف، انا ضربتها بالقلم من كتر ما هي عماله تصوت وعايز تنزل. تقريبا الملايكه بتتفرج على صوت سما مش بتتفرج على الالعاب، واللعبه مش شغاله، ما بالكم بقى لو اشتغلت كان ايه اللي حصل. ساندي اللي كانت مبسوطه جدا لان ساندي بتحب الحاجات دي، يعني ساندي بتحب المغامره شويه، تحب تركب الحاجات العاليه مع انها تبقى خايفه، يعني هي كانت قاعده جنبي في اللعبه بتاعه العروسه دي كانت عماله تشاهد، مش فاهمه تشاهد ليه بس هي كانت بتشاهد يعني. بصوا بجد اليوم كان حلو، هو ما كانش يوم بصراحه ربنا، هو احنا مثلا رحنا من الساعه 7:30 8 كده كنا هناك. وعايزه اقول لكم اللي امبارح كان اول يوم، اللي هو 1/7 ده كان اول يوم في موضوع الكهرباء ان هي تقفل بدري. كانت حلوان رايقه جدا، يعني فرصه اليومين دول يا جماعه اللي عايز يتمشى ويتهوى كده بالليل من غير دوشه من غير زحمه البياعين، انزلوا وتمشوا بجد حلوه. بس يعني مش هتنزلوا انكم تشتروا حاجه، نظام ان انتوا تنزلوا تتمشوا بس. ودي البوابه بتاعت الجنينه، بس معلش بقى الاضاءه كانت ضعيفه شويه، لو حد حابب يجربها جربوها بجد، قولي لي ايه رايكم، هتستمتعوا بيها. واشوفكم على خير، اوعوا تنسوا اللايك والشير. السلام عليكم.